السلام عليكم. النهاردة الفيديو فيه شوية تعليمات كده عشان تفهمي الحاجة اللي ممكن تريحك بعدين من الحاجة اللي انتي بتختاريها، بتنسي حاجات كتير. زي البلاط كده مثلا، بتختاري البلاط وبتنسي في الديكور، بتنسي ان انتي في وقت يعني التنظيف هتكون صعبة عليكي. ومش بس البلاط، وكمان حاجات كتيرة. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعضينا. حاجات كتيرة في الديكور هنفهموها مع بعض، يلا بينا. I think it's odd how we always wait another day. في مقولة How we بتقول انا watch ما the هبطل البس days اسود fall الا لما away. يخترعوا حاجة اغمق منه. يعني هنا انتي بتحبي تختاري حاجات سودة في البيت. طب انتي بصيتي الاسود بيعمل ايه؟ الست دي ابتكرت في الالوان وعملت اسود في بيتها كتير. طبعا الاسود يعني بيقولك ملك الالوان، لكن انت خدي بقى تعاملي معاه في البيت. التراب، يعني لو بتمسحي الابيض مرة في اليوم، الاسود عايز يتمسح مرتين تلاتة. دي حاجة برضو من ضمن اللي انت بتعمليها في نفسك، بتكون في ديكورك غلط. الست دي قد ايه ندمت ان هي عملت اسود في بيتها، عشان يعني كل شوية عايز يتمسح الاسود. رفوف سودا، الكونتر اسود، الترابيزات سودا. ليه؟ طيب ليه؟ طب ما كل ده يعني المسح بتاعه صعب، والبيت مش هيبقى باين نضيف في كل الوقت. ف يعني هنا هي ندمانة على غلطها، ويعني مش ممكن هتغلط الغلطة دي تاني. اما الابيض بصي بقى جماله. كمان هي برضو نسيت ان الغبار اللي هو يمسك في الحاجات دي هتعمل حساسية لأطفالها. وهي برضو بتأكد ان الندم بتاعها ان هي ازاي I think تعمل it's odd اسود how وكل we ده يطلع تراب always وهيتمسح wait تراب وهيجيب another حساسية في day. الجيوب الأنفية. هي ندمانة على الغوامق How we watch كتير. the دي غلطة. days دي fall الغلطة away. التانية. دي هنا بقى الغلطة دي بقى الأبواب اللي هي بتتعمل من الزجاج، اللي طول ما هي متلمعة جميلة، ها، وبرضه هي بتعتبرها ان دي غلطة. فياريت برضه ما تكتريش في الازاز اللي لازم كل شوية تكوني ملمعاه ولامع وشكله شيك وجميل. اي نعم، شكله شيك وجميل لكن مش عملي. طول النهار انت ماسكة كده في ايدك البخاخ والفوطة، مش هينفع في ديكورك. فدي ارشادات جميلة، يعني ياريت تستفيدي منها. Too scared now thinking I هي should هنا بتقول call ان up انا لو انا عرفت اعمل كنترول على نفسي وما امسكش واخلي بالي من الازاز، مش هعمل كنترول على اطفالي ولا على زوجي ولا على كل اللي بيجي عندي. فبرضو دي غلطة right في there on الديكور، top of خلي the بالك منها. moon. We could say الصح الابواب nothing. خشبية كده زي ما انت شايفة. I wish we were حابة اقولك، old. لو حاطة انت مصممة على Tears الازاز، هاتي fell الازاز اللي هو away. ايه، واخد زي I خربشة كده don't فيه. care. حتى ما Just يكشفش leave لو it الدولاب جوه مقلوب، alone. دولاب النيش مقلوب او حاجة. I'll be okay. Miss you like وهنا an بقى، old لا ده بقى friend. تراس المطبخ، يعني خلي بالك من الغلطات Too بتاعته. scared now thinking I should call up. I'm not. بيت شرق بلوك، تعمليه شكله شيك وجميل ولكن مش عملي، I think it's وهيتعبك في odd نظافته how we وهيتأثر always بالتقطيع wait another وبالسكينة لو day. جت عليه. فهي ندمانة برضو ان How هي we عملت الكلام watched the دوت. وهي games طالعة fall بالفيديو ده away. عشان تنصحك انت وغيرك بانك تعملي الحاجة يعني اللي ليها Let's روح. stay تبصي الخشب down by the عمل ازاي. water. Watch it come فهنا and go home. I wish we were الكونتر old. توبس فيه مسامات، To فالمسامات say بتاعته بتصعب عليكي goodbye. التنظيف. I فالأحسن don't تجيبي بقى care. الحاجات اللي هي ايه، زي Can't ايه، be أقل held شوية like جودة gold وفي أحلى في النظافة. alone. I'll be okay. Miss you like an old friend. Too scared now thinking I should call up. I'm not. عشان نظافتها سهلة. تمام. Right there on top of the moon.
كنت الليمونيت ده يعني عايزة اقولك هي بتشكر فيه كتير وبتقولك هو ده اللي نظافته جميلة ويعني هو ده اللي تعمليه. هو عبارة عن رخام مدهون. هو عبارة عن رخام مدهون. هي حاطة هنا، هي كاتبالك. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's odd how we always wait another day. وهنا هي بتقولك تركيب البلاط اللي هو بتاع المطبخ او الحيطة بتاعت المطبخ او الحمام. حاولي تنقي حاجات ما فيهاش فواصل ياما، عشان الفواصل ياما دي متعبة جدا في تنظيفها. وهنا هي بتقولك ان البلاط الصغير ما يستخدمش غير في بلاط الحمام بس عشان الانزلاق. بس يعني ما تستخدموش في اي مكان في الشقة كتير، استخدمي البلاطة الكبيرة عشان يبقى الفواصل قليلة. وهنا اخطاء هنا بتحصل. بتقولك اللون الفاتح بيبان فيه الوساخة قوي، فحاولي تجيبي الوان يعني، مش لازم الابيض. وهنا دخلنا على البياضات المخدات. وهنا عايزة تقولك ان فرش السرير الابيض احسن وبيبقى نضيف على طول، لان سهل ان انتي تغليه وتعتني بيه بنظافته غير اي الوانات تانية. وهنا عايزة توريكي غسيل الغامق غير غسيل الابيض. وبصي فرش السرير الابيض، عايزة توريكي ان ده دايما هيكون سريرك ابيض ومنور. كل الفرش اللي عليه حاولي الالوانات بلاش منها، قلليها وخليكي في الابيضات. هنا تراس المطبخ الغامق بقى هتتكلم برضو معاكي فيه. هنا هي عايزة تقولك ان المطبخ الغامق قد ايه شيك، بس نظافته صعبة وأي بصمة ايد بتبان فيه. فبتقولك ابعدي عن الحاجات الغامقة، حتى الرخامة بتاعت المطبخ الغامقة بلاش منها عشان بتبين أي بصمات ايد. مسكات بقى الدولاب المطبخ بتقولك يعني اختاريها سهلة وماشية ستريت، مفيهاش اي نقوشات عشان ما يخشش فيها الوسخ وتبقى منظرها مش حلو. فهمتيني؟ اهي هي مختارة مقابض، بصي ماشية ستريت ازاي، شيك جدا. عايزة اقولك يعني قد ايه ست نجيفة وقد ايه ست منظمة ومنمقة في كل حاجة. ترابيزة بقى المطبخ الكبيرة اللي هي بتقول عليها جزيرة المطبخ الكبيرة، اللي هي الترابيزة الكبيرة اللي في النص بتاعت المطبخ، برضو بيبقى رخامتها فاتحة ودهانها فاتح احسن من الغامق. وهنا هي بتتكلم عن البوتاجاز بتاعها كان باستمرار نضيف، ودي برضو من ضمن الطريقة الصحيحة في البيت اللي كله شيك وكله ستايله عالي وحلو. واذا كنت حابة نوع البوتاجاز ابو حمالات ده، ابو حتت يعني زي كده، بتعلي الاكل من على النار، لازم يعني يكون من ضمن شياكة بيتك يكون نضيف باستمرار. تمام. او لو جبتي بوتاجاز تاني بنوع تاني برضو لازم يكون نضيف باستمرار. هي بتقولك التخت اللي هو يعني السرير، هي بتحب اللي ليه اللي هو حاطط على الارض مباشرة عشان ما يلمش تراب تحت منه وتحتاجي تنضفيه، احسن من العالي من على الارض.
you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's odd how we always wait another day. وهنا هي بتنصح ست البيت اللي داخلة على ديكور لبيتها ما تجيبش دولاب المطبخ عالي كده من على الارض برجول كده، عشان ما يتحولش الوسخ تحت الدواليب ويبقى ايه حاجة يعني صعبة في تنظيفها. فانت تجيبي الدواليب دي اللي هي لحد الارض، ان كانت خشب او ان كانت ألمونيوم او اي نوع انت حباه. هنا بقى سلة المهملات، هنا هي بتوعي ست البيت يعني، او بتقولك ده غلط اللي انت بتعمليه، ان انت توزعي كذا سلة في كذا اوضة، وده غلط، ده مش نظافة. يعني لازم السلة تبقى ايه في مكان واحد بس، وجيبيها محكمة يعني بغطا. هنا هنا هي بتقولك تخيلي 6 سلات متوزعين حمام ومطبخ وكل غرفة ومطبخ، ليه ده كله ليه؟ هي بتقول كده غلط. هي بتقول انا رأيي سلة واحدة في المطبخ وفي كل حمام سلة، وتعودوا اطفالكم ان كل ما يكون في ايدهم حاجة يروحوا لحد السلة بتاعت المطبخ يحطوا فيها. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. بتقولك هنا انت بتعوديهم على النشاط وعلى المسؤولية بالطريقة ديت، ان انت تقولي لهم ودي الزبالة اللي في ايدك في الباسكت. هنا وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الشير واللايك والسبسكرايب، واتمنى لكم حياة سعيدة. مع الف سلامة، باي باي، مع السلامة.